كلمة واحدة بس لجماهير مانشستر يونايتد ان تين هاج مش وحش. تين هاج الماتش دوت ينسب له هو بس. والسلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وراشفورد انقذ نفسه من تشليفة كان هيتشلفها لاخر الموسم. ان انت الراجل، انت فريقك متعادل 2-2، بس فجأة الجورة تجيلك في الدقيقة 94 وانت تضيعها بطريقة غريبة. الجورة جايلك متقشرة، اللي هو انت لو ما عندكش رجل وعينين بقى هتحطها. كان تتخيل كده عزيزي المانشستراوي ان البطولة دي ضاعت بسبب الكرة دي؟ يعني انت كنت شوف، بص انت شوف هتعمل ايه في راشفورد وحقق ايه. البطوله دي مهمه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. ليه؟ عشان سبب واحد، لان دي البطوله اللي مانشستر يونايتد بتلعب عشانها. مفيش حاجه تاني مانشستر يونايتد بتلعب عليها. يعني هتقول لي مثلا الدوري مستحيل، الرابطه مع السلامه، انت مش هتاخد اليوروبا ليج، ما اعتقدش ان انت تاخد اليوروبا ليج وخلاص كده. هي دي البطوله اللي انت بتلعب عليها، فالبطوله دي انت مش عايز تضيعها. فالراجل ده كان هيضيعها لك، ولكن الله سلم. دخلت اكسترا تايم والماتش اتلم وربنا استرها معاكم. وبرضه هو ما انقذش نفسه بس، هو انقذ نفسه وانقذ تين هاج. يعني تين هاج الماتش دوت لو كان خسر عادي وطلع من الكاس، الناس كانت برضه تمسكه تشلفه. انت راجل، وانت وفيك 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 وفيك. لكن الناس مش بتشوف اللعيبه واللي اللعيبه بتعمله. كلمه واحده بس لجماهير مانشستر يونايتد ان تين هاج مش وحش. تين هاج الماتش دوت ينسب له هو بس، ده وجهه نظري الشخصيه والمتواضعه. الماتش دوت ينسب لتين هاج. ليه؟ هقول لك ليه. لان انت عندك كل التبديلات اللي هو عملها هي اللي كسبته الماتش. فعلا انت عندك هويلاند عمال يحزق طول الماتش وفي الاخر ما عملش حاجه كبيره. نزل انطوني مكان الراجل، نزل جاب جون وجون تعادل، فحاجه كانت كبيره قوي وانا مش متعود منها على انطوني. يعني انت بتعمل الحاجات دي من امتى مش عارف، ولكن ربنا كان رزقك ورزق تين هاج. التبديل عمله ان هو طلع فران ونزل واد اسمه ايه، امد ديالو او احمد، انا مش عارف اسمه ايه يعني، بس هو ايه، هنقول عليه ديالو. الراجل دوت نزل عمل حاجات كتير قوي. يعني عد معايا، اول ما نزل بالصلاه على النبي نزل في الدقيقه 85، فجاه في الدقيقه 116 اخذ انذار، فجاه في الدقيقه 120 او 121 خلاص اللي هو ايه، الماتش كان اصلا خلص، قام جاب لك هدف الفوز وقلع التيشيرت واخد الانذار الثاني، فاخد في طرد فعمل حاجات كتير قوي. نزل جاب الفوز لمانشستر يونايتد وقال لهم سلام عليكم. تين هاج الماتش كان بتاعه، والراجل عمل تبديلات على عكس كلوب وناجيله في الاخر. بس تين هاج الماتش كان بتاعه وعمل تبديلات فعلا كانت افكتيف، فعلا جابت ايه الفوز لمانشستر يونايتد. كام لاعب برضو في نفس الفرقه في مانشستر يونايتد يعني عجبوني. واحد زي سكوت ماكتوميني على غير المعتاد ان هو يعمل ماتش كويس. انا بالنسبه لي ان الراجل ده غشيم، بس هو بيلعب بغشوميه، بيلعب بيكسر افكتيف في الملعب لا، ولكن النهارده كان الكلام مختلف. يعني بص انا بدي لكل حد حقه. انت عندك مثلا ماكتوميني عمل جون واسيست، فدي حاجه كبيره قوي 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 قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه الاداء ذات نفسه، الراجل كان بيلعب، كان ظابط النهارده نص الملعب. يعني كان ظابط نص الملعب وجاب لك جون في اسيست. تمام، الختم بتاع التمام معاك. انا بقول لك وانت راجل زي الفل. عندك جرناتشو، الراجل ده يستحق المكان اللي هو فيه، ان هو بقى خلاص تقريبا بقى ياخد الجناح بطريقه شبه اساسيه. يعني راجل فعال جدا. الراجل بيجري في الدقيقه تقريبا كانت 116 او 117، بيفتح سبرنت اكنه لسه في الدقيقه واحد. الله اكبر عليه الراجل. حلو دوت بالنسبه لمانشستر يونايتد. تعالى بقى بالنسبه لليفربول. هو اللي خسر ليفربول انت عارف مين النهارده؟ كلوب. يعني انت الماتش كان معاك وانت كسبان 2-1، ليه بقى بتعمل حاجه غبيه فشخ؟ انت يعني انت كسبان 2-1 فرق واحد بس، ما تنفعش تطلع اللعيبه الاساسيه بتاعتك وتلعب بقى ايه بالعيال. انت لعبت بالعيال قبل كده قدام تشيلسي ومشيت معاك، ما انت ما كانش عندك غير اوبشن دوت. لكن الماتش دوت بتعمل كده ليه؟ يعني ليه مثلا ليه تطلع صلاح؟ ما تخليه يلعب يا عم. خلي يعني الراجل لسه راجع من الاصابه وبتاع، بس الماتش دوت حياه او موت. الماتش دوت بطوله مش 3 نقط وبتاع. خليه يلعب، يعني مش هيخسر معاك. طب ماشي، خير صلاح، ليه بتطلع روبرتسون؟ يعني برضه لو نفس الكلام بتاع صلاح فبرضه ما انا مش معاك. طب ما انت شوف دلوقتي انت بقيت عامل ازاي. فكان بالنسبه لي هو السبب الاول لخساره ليفربول اللقب دوت. يعني بس يعني ما فيش حد بيبقى كامل يعني، والرقصه الاخيره معاك يعني طار منها بطوله. يعني انت جبت بطوله ماشي، طار منك بطوله ماشي، ولكن البطولتين اللي جايين انا شايف ان هم صعبين عليك. يعني مش عارف بقى انت هتعرف تجيب الدوري وهتعرف تجيب اليوروبا ليج، يعني تبقى جبت مثلا 3 بطولات من 4 بطولات، تبقى انت راجل توب الصراحه في اخر موسم ليك، ولا انت هتعمل ايه؟ مش عارف. ولكن دي كانت بطوله سهله، انت كنت ممكن ايه تحصدها يعني، بس طارت منك. بقى برشلونه، فبرشلونه عملت الغلط مع اتلتيكو مدريد. تقول لي ازاي؟ هقول لك. انت عندك مثلا واحد اسمه جواو فليكس، ده الراجل دوت متخصص اتلتيكو مدريد السنه دي. كل ما يلعب قدام اتلتيكو مدريد يجيب فيها اجوان، مع انه انت لسه اصلا اللاعب بتاعهم. يعني انت العقد بتاعك اقسم بالله العظيم معاهم، انت بس رايح
اعاره كده ايه موسم وراجع تاني. تاني حاجه بقى بالنسبه ان النهارده كسبت 3-0، برشلونه كسبت اتلتيكو مدريد 3-0 على ملعبها اللي اصلا اتلتيكو ما بقتش تخسر عليه من سنه مثلا، اكتر من سنه ما بتخسرش على الملعب ده. فجاه انت فشختها 3-0 على الصفر في الواندا متروبوليتانو، انت كسبت. فانت تشابي على الشابي، انا بحب الراجل دوت، والراجل دوت كويس والله العظيم يا جدعان كويس. اسوأ جون ممكن يخش فيك هقول لك ايه هو: الجون اللي بيجي في اخر الشوط الاول، والجون اللي بيجي يعني فاهم في اول الشوط الثاني. وتالت حاجه وتالت جون اللي هو الجون اللي بيجي في الدقيقه الاخيره اللي ايه اللي بيبقى بيمثل شخصيه البطل. فانت عندك ليفاندوفسكي بقى عمل ايه؟ عمل حاجتين من الثلاثه. اول جون اللي هو جابه اللي هو ايه، هو ما كانش جون قوي وكان اسيست، يعني هو عمل اسيست كان جامد فشخ في اخر الشوط الاول. بعد كده كمل جاب لك جون في اول الشوط الثاني، انت جامد قوي. وبعد كده بقى كمل وعمل لك اسيست تاني في نص الماتش كده. النهارده ليفاندوفسكي كان قلب على شويه دي بروين كده، تحس ان هو ايه، انتوا خرجتوا مع بعض خروجه، ولا انت مثلا بتتفرج على ايه مباريات، ولا بتتفرج على الدوري الانجليزي مثلا وتشوف السيتي كتير فعمل معاك كده دفعه معنويه كبيره قوي لبرشلونه ان انت تكسب 3-0 على اتلتيكو مدريد في قلب ملعبها. واتلتيكو مدريد اصلا معروف ان هي بتدافع برخامه، دفعه معنويه كبيره قوي، وبالذات الكام ماتش دول اللي قبل دوري الابطال مع باريس. نشوف برشلونه هتوصل مع تشافي لاخر موسم ليه برضه لحد فين، سواء كان في الدوري او في دوري الابطال. بس كده وخير ولا خير، كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب فانت خسران كتير. تعالى بقى اعمل سبسكرايب وفعل الجرس وتتفرج على الفيديوهات دي كلها، انت عندك فيديوهات كتير قوي. خش كده في ايه يعني لف لك لفه حلوه. ولو مش عندي على الفيسبوك فانت خسران اكتر. ليه بقى؟ ان انت عندك فيه اخبار كتير واشتراكات كتير وحاجات كتير قوي.